احنا طبعا هنا في مودرن سبورت كلنا اكيد اسره واحده اكيد. حتى الساده طبعا النقاد لهم منبرين، منبر اعلامي من خلال قناه مودرن سبورت ده اكيد والميكروفون، ومنبر صحفي اخر من خلال اقلامهم، وهذا وضع طبيعي للغايه. ولكن بحكم الصداقه اللي دايما قائمه ما بيننا، النهارده كان في عمود الاستاذ محمود معروف في جريده الجمهوريه، صديقي العزيز استاذ محمود معروف بيتحدث فيه في عموده عن استاد مصر اللي احنا طبعا كنا واخدين مباراه MP والاهلي والتحليلات الخاصه ما بعد المباراه، وهو كان واخد على خاطره بلغه الصحافه. طبعا الصحافه بيبقى ليها عتاب احيانا بيبقى قاسي شويه، لكن في النهايه زي ما احنا قلنا كلنا بنتحمل النقد، زي ما احنا بنطلب من الغير واحنا بننقدهم يتحملونا، احنا كمان لابد ان احنا نتحمل نقده ونتحاور في رقي وفي شياكه وتحضر. هي دي اللغه، هي دي لغه التحضر في الحوار. انقدني زي ما انت عايز وانقدك انا كمان زي ما انا عايز، بموضوعيه، وعلينا ان احنا نسمع بعض. فاحنا قرينا اكيد موضوع اللي كتبه الاستاذ محمود معروف، وجه فيه عتاب شديد للشيخ طه اسماعيل، وهو يعني شيخ المحللين العرب على ما اتصور، وقال بما يعني ان هو متحيز جدا للنادي الاهلي وانه كذا وكذا وكذا، وتطرق الى امور كثيره الحقيقه. طبعا بمنتهى الحب وبنفس الاحساس بتاعنا واحنا بنقرا عمود راجل مهم زي الاستاذ محمود معروف، حابين برضو نوري له بعض اللقطات لاستاد مصر بعد مباراه الاهلي وامبي. اولا الشيخ طه ده راجل طبعا، طه اسماعيل لعب في نادي الاهلي، ده وضع طبيعي لا يستطيع ان ينكر اهلاويته، ولكن في الاستوديو مؤكد ان هو رجل محايد تماما. خلينا الاول نشوف قال ايه على النادي الاهلي، وبعدين نشوف قال ايه على الكور اللي كان مشكوك فيها ومحل حوار. نبدا الاول قال ايه على النادي الاهلي. طبعا مش بكلم صديقي العزيز طبعا الاستاذ محمود معروف، انا بتكلم الراي العام كله، ان احنا عارفين بفضل الله ان مودرن سبورت واستاد مصر هو قبلة الملايين، مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي كله، وبالتالي احنا حريصين جدا على منتهى المصداقية في الحوار. انا جبت الجزء الاولاني، حضراتكم تتأكدوا انه الكابتن طه اسماعيل كان بيحلل بمنتهى الموضوعية. يعني مجموعة جمل انا كتبته هو قدامي، كتبت دلوقتي. قال لك تشكيل خاطئ، قال لك اخطاء ساذجة، قال لك تغييرات غير منضبطة، كل ده بيتكلم عن النادي الاهلي. قال لك اخطاء لا يقع فيها فريق مثل النادي الاهلي. قال لك كل لاعبي الاهلي بيروحوا على الفاضي. ده جمل انا اخدتها وبيتكلم دلوقتي، كتبتها قدامي من مجمل حواره. اذا راجل لو هو عايز بالبلدي يشيك النادي الاهلي، يديله صوره شيك باعتبار انه هو وفقا للكلام اللي بيتقال هنا، وانا مش بتكلم طبعا على مقال الاستاذ محمود، بتكلم على عرفت ان الوسط بدا يتكلم كله في الحكايه دي. يعني لو هو عايز يشيك النادي الاهلي عمره ما هيقول عليه الجمل دي، بالعكس ده هيحاول يظهره ان هو كان جامد وكان هايل والتغييرات كانت هايله جدا، بس هو الحظ اللي خدم انبي شويه وكذا وكذا. لا، ده راجل قال لك التشكيلات غلط، قال لك التغييرات غلط، قال لك لعيبه الاهلي بيروحوا على الفاضي، بيقعوا في اخطاء ساذجه جدا. يعني اتكلم بمنتهى موضوعيه الحوار، وانا مش بقول ده عشان هو كان ضيفي في الاستوديو، ولكن واقع الامر هذا هو لب الموضوع وهذا هو لب الحوار. عايز اشوف الجزء الثاني يا محمد اللي اتكلم فيه بقى على الكوره اللي دخلت هدف بتاع امبي. ورينا. تعال نبص عليها كده يا كابتن طه مع بعض. كابتن اشرف ورينا كده يا محمد. هي دي بدات كده، ايوه اتفضل. فين احمد عبد هناك خالص اهو. لا يبقى كده لو احمد عادل بغطي الاخر واحد اهو تحت. ملعوبه واضحه جدا جدا جدا. ده راجل على حدود النجيله الغامقه، بس تطلع الكوره الاول. طلع لنا الكوره كده يا محمد. طلع الكوره. طلع الكوره. لا مش اوفسايد. اهي مش اوفسايد خالص. مش اوفسايد. كملها لنا عشان نشوفها وهي في الشبكه كده. كمل. لا مش اوفسايد. هي ديفنس النادي الاهلي خد خطوتين، لكن هي مش اوفسايد. لا جون سليم 100%. لا مش ده الغلطه دي من الدفاع النادي الاهلي. بالظبط، كشفوا متاخر. دي من دفاع النادي الاهلي، كشفوا متاخر جدا. هو طبعا احمد عادل طلع متاخر جدا. يعني اتفضل يا كابتن. فاللي انا عايز اقوله انه في الشوط الثاني ربما التوسيع اللعب اللي تم من قبل النادي الاهلي، انه بركات لعب على الخط في الجهه اليمين
وفي نفس الوقت السيد معوض في الناحيه الشمال فاتح. وجود ابو تريكه طبعا ما فيش شك انه محطه جيده جدا، وساهم في جماعيه اللعب. نعم. لانه بيقف على الكره بشكل كويس، بينور بيها بشكل يعني مطلوب يقول ايه تاني يعني. وبعدين على فكره انا برضو مش عايز اطول، لما جبنا الكابتن رضا البلتاجي في الاخر وحلل وقال ان هي مش اوفسايد، اكد الكلام الكابتن طه، قال له واضحه جدا انها مش اوفسايد. يعني اذا احنا الحقيقه من منطلق تقبلنا لكل الحوارات ومن منطلق الديمقراطيه الحوار الجميله اللي احنا بنعتز بيها وبنطلبها منكم، وبالتالي لابد ان انتوا يعني يبقى الوضع متبادل ما بيننا وبين بعض. واضح جدا الكابتن طه الراجل حلل تحليل موضوعي جدا لاداء النادي الاهلي ووصفه باوصاف انا قلتها في الاول اهو، وبعدين قال الكوره ما هياش اوفسايد خالص، ورجع تاني واكد على هذا الكلام في الجزء الثاني. اذا ما ينفعش ان احنا يعني دايما نقول حاجه تكون حصلت وعلى عيننا وعلى راسنا، لكن حاجه ما حصلتش ما ينفعش ان هي تقول حصلت. بس في النهايه استاذ محمود معروف ده صديقي العزيز جدا جدا جدا، واكيد الكابتن طه اسماعيل صديقي العزيز جدا واستاذنا اكيد، وبالتالي احنا بنحترم كل الاراء من هذا المنطلق. طيب